السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنبدأ مع بعض اول درس في اللغة الانجليزية للصف الثالث الابتدائي، وهو يعتبر يونت 7 زي ما انتم شايفين معانا. فده اول درس خالص في الترم الثاني. انا كنت شرحت درس قبليه، تقدروا ان انتوا ترجعوا وتلاقوه عندي في القناة. وبناء على الدرس اللي انا شرحته في الجرامر اللي هو verb to be، نقدر ان احنا نفهم مع بعض الدرس ده وكمان نحله مع بعض. وكمان هنقدر ان شاء الله ان احنا نكون باراجراف زي ما هم طالبين مننا في الترم التاني. هنبدأ مع بعض الدرس ده where are you from، من اي بلد انت. وهنبدأ مع بعض ونقول بسم الله. طيب هنشوف مع بعض ايه هي الكلمات او الوردز اللي مطلوب مننا ان احنا نحفظها في الدرس ده. بيقول listen and repeat يعني استمع وردد. عندنا هنا Egypt يعني مصر، لكن Egyptian يعني مصري. China يعني الصين. Chinese يعني صيني، يعني شخص صيني أو رجل صيني، أو ممكن كمان امرأة صينية أو بنت صينية، هنقول برضو عليها Chinese. طيب عندنا هنا أمريكا اللي هي طبعا أمريكا، وأمريكان اللي هو الشخص الأمريكي هنقول عليه أمريكان. وعندنا هنا فرانس اللي هي فرنسا، وفرنش يعني الشخص الفرنسي. طيب هنا عايز يورينا في الكتاب، أنا بالمناسبة بشرح من كتاب الباهر. هنا بيورينا في النوت ديت عايز يعرفنا لاحظ أن أسماء البلاد والجنسيات تبدأ بحروف كبيرة capital letters، يعني أول الكلمة كده أصلا احنا متعودين إن أول الكلمة اللي تيجي في أول الجملة خالص بيكون أول حرف فيها ايه capital. طيب لو جات لنا الكلمات ديت في وسط الكلمة أو الجملة أو في آخرها أو أيا كان، برضو هنستخدم لها في بدايتها خالص حروف كابيتال في الأول، طالما هي بلاد أو جنسيات. زي ما انتوا شايفين Egypt بادئة بالإي الكابيتال، وإيجيبشيان برضو بادئة بالإي الكابيتال، وأمريكا إي كابيتال، وأمريكان إي كابيتال، وبرضو فرانس وفرنش وتشاينا وتشاينيز كلهم بادئين بحروف كابيتال، سواء هيجولنا في أول الجملة أو في الوسط أو في النهاية. Look, listen and read. انظر واستمع واقرأ. هنقرأ مع بعض كده وهنشوف هما عايزين يعرفونا ايه. أول حاجة بيقولوا This is the house of my father's friend. يعني ايه؟ يعني هذا منزل والد صديقي. احنا هنا استخدمنا الابوستروف اس مع father علشان عايزين نقول ان ده بيت صديق أبي. أي حاجة يا جماعة عايزين ننسبها للشخص، سواء مثلا عايزين نقول ده صديق أبي، ده مثلا منزل أبي، هنقول مثلا ايه father's house يعني منزل أبي. أي حاجة عايزين ننسبها للشخص هنحط في نهاية الكلمة عنده apostrophe s علشان ننسب له الحاجة اللي احنا عايزين ننسبها له. يعني احنا هنا عايزين نقول ان المكان ده يعتبر ايه؟ يعتبر بيت صاحب أبي، يعني بننسب الصديق ده لأبي إن هو صاحب أبي، علشان كده استخدمنا عنده apostrophe s. فبنقول This is the house of my father's a friend. صديق أبي، ده منزل صديق أبي مستر وان، ده اسمه مستر وان. Here are his children. موجود هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده أن هؤلاء هم ايه؟ أطفاله اللي انتوا شايفينهم دول. Their names يعني أسمائهم are ليو ده اسم ايه؟ واحد فيهم ليو. طبعا هما صينيين فاسمائهم بالشكل ده، انتوا عارفين اسماء الصينيين بتبقى غريبة. ليو ده اسم واحد فيهم، and طبعا وي ده اسم الولد التاني، and تشانج مين ده ايه؟ الطفل الثالث. يبقى دول اسماء ايه؟ اولاد اللي هو صاحب ابوهم. hello ليو وي and تشانج مين. مرحبا يا ليو وي وتشانج مين. where are you from؟ من اي بلد انتم؟ مين اللي بيسأل؟ دول طبعا الاطفال اللي هم المصريين اللي جايين يزوروا اولاد صاحب ايه؟ والدهم. فهم بيسألوهم فبيقولوا لهم من أي بلد أنتم. فطبعا عندنا هنا ده طبعا نمبر 4، يبقى نمبر 5 الأولاد بيردوا بيقولوا we are from China، نحن من الصين. we are Chinese، طبعا ده اختصار we are Chinese، احنا صينيين. where are you from؟ فهو بيرد عليه بسؤال تاني وبيقوله من أين بلد أنتم للمصريين. فطبعا الولد رد عليه وقال له we are from Egypt، احنا من مصر.
we are from Egypt we are Egyptian احنا مصريين. بعد كده الولد راح رد وقال لهم welcome to Egypt مرحبا بكم في مصر، هم موجودين في مصر. فالولد رد عليه في الآخر وقال له thank you شكرا لك I am happy to be here أنا سعيد بوجودي هنا. هنا بقى عايزين نحدد الفرق بين كام حاجة كده مهمة. لما حد بيجي يسأل حد من أي بلد أنت فبيقول له where are you from. كلمة from يعني من أي بلد أنت، من أي بلد أنت، فبالتالي الرد هيكون I am from Egypt يعني أنا من مصر. نفس الحكاية في حالة السؤال هنقول where are you from، فالولد بيرد بيقول I am from China أنا من الصين. بعد كده هنا السؤال بيقول are you بعد كده نقط، في نقط في الأول وبعد كده are you بعد كده نقط وبعد كده علامة الاستفهام في الآخر. فطبعا هي بتسأل، احنا كنا واخدين في الدرس اللي فات لازم ترجعوا له عشان تقدروا تفهموا مين اللي بيجي مع are. طبعا بيجي مع are you we وزي، يبقى هي هنا بتسأل شخص قدامها اللي هو الولد ده، فبالتالي هتسأله أول حاجة وهتقول له where اللي هي المفروض أداة الاستفهام where are you from من أي بلد أنت where are you from. فهيرد هيقول لها I am from France حسب طبعا العلم اللي موجود ايه قدامنا. عايزين نتذكر هنا remember I am ديت اختصار I am، he is اختصار he is، she is اختصار she is، they are اختصار they are، we are اختصار we are، و you are أنت تكون اختصار ايه you are. ده طبعا في حالة الشورت فورم وده في حالة الايه اسفة، ده في حالة الشورت فورم ودي في حالة اللونج فورم. يعني ايه الصفة او الشكل المختصر بيجي كده والشكل الطويل او الاصلي بيبقى she is بالشكل ده. لما نيجي يا جماعة علشان نحدد الشخص من أي بلد، سواء إحنا بنسأل سواء إحنا بنرد على سؤال، في كلتا الحالتين لما نحب نعرف إحنا من أي بلد لازم نقول كلمة from. كلمة from لازم تيجي، يعني معناها أنا من البلد الفلانية، أنا من البلد المعينة أيا كان إيه هي. لكن لما أحب أقول أنا أساسا كذا، يعني أنا مثلا مصري أقول I am Egyptian. I am Egyptian يعني أنا مصري. لكن لما أكون عايزة أقول أنا من مصر، أنا من مصر، فهقول I am from Egypt. Egypt فقط. لكن عايزة أقول أنا مصري فهقول I am Egyptian. زي ما انتوا شايفين هنا الولد بيسأل أو بيقول You are from Egypt أنت من مصر. You are Egyptian أنت إيه مصري. يبقى طالما هو من مصر فبالتالي هو إيه هو مصري. نفس الحكاية هي البنت ديت she is from France هي من فرنسا، يبقى ايه يبقى she is French. she is French دي طبعا الكلمات اللي احنا اخدناها في بداية الدرس خالص. هنا بقى he is from America he is from America هو من أمريكا، يبقى هو ايه يبقى هو American، يبقى he is American. آخر حاجة they are from China الاتنين مع بعض هم يكونوا من China. زي ما قلنا لما هنكون عايزين نحدد هما من أي بلد لازم نستخدم معاهم كلمة from. لكن لما نحب نقول هما كذا هما صينيين على طول مش هنقول أصلا from، هنقول على طول they are Chinese. يبقى they are from China هما من الصين، يبقى they are Chinese يبقى هما ايه يبقى هما صينيين. آخر حاجة I am from حسب العلم بقى اللي قدامنا علم مصر احنا هنجاوب مع بعض I am from. طالما قلنا from يبقى هنقول اسم البلد فقط، يبقى I am from Egypt أنا من مصر، يبقى I am إيه يبقى I am Egyptian يبقى أنا إيه يبقى أنا مصري. دي طبعا عندنا هنا sing يعني زي أغنية المفروض إن الولاد بيغنوها أو بيعرفوها. طيب نشوف بقى مع بعض ايه هي كلمات الدرس اللي المفروض الأولاد يكتبوها عندهم في الكراسة علشان يحفظوها. يا ريت يا جماعة الكلمات دي تتكتب في الكراسة دلوقتي علشان يتم ايه حفظها. read and write اقرأ وايه واكتب. عندنا هنا Egypt Egypt Egyptian Egyptian China China Chinese Chinese America America American American France
France French French. تمام كده يا جماعة، عندنا هنا activity أو exercise ايه هنحله مع بعض علشان نطبق على الدرس اللي احنا شرحناه مع بعض. السؤال الأول في الاكسرسايز أو الاكتيفيتي بيقول choose the correct answer from A B or C. اختار الإجابة الصحيحة من ايه؟ من الاختيارات اللي هما جايبينها. هنا بيقول I am from. قلنا يا جماعة أول ما نشوف كلمة from في الجملة نعرف على طول إن هو طالب مننا بلد، اسم بلد فقط. يبقى I am from ايه؟ I am from هنقول French؟ طبعا لا، لأن French يعني ايه؟ يعني شخص فرنسي. هينفع نقول I am from French؟ أنا من فرنسي؟ لا طبعا مش هينفع. طيب Chinese ممكن نقول أنا من Chinese أو I am from Chinese. أنا برضو Chinese قلنا يعني شخص صيني، وفرنش يعني شخص فرنسي. طيب ايه الاختيار الصح بقى هنا في الحالة ديت؟ طالما قلنا from يبقى عايزين اسم بلد على طول. يبقى I am from China. I am from China. أنا من الصين. السؤال التاني بيقول you نقط American. هنا بقى بيقول American يعني شخص ايه؟ أمريكي. يبقى احنا هنا بنتكلم على شخص أو بنوصف شخص هو منين، فبالتالي هنقول you بيجي معاها ايه؟ you بيجي معاها طبعا R. هنا جايب بالشورت فورم يعني بالاختصارات، فR اختصار R هتبقى بالشكل ده apostrophe RE. يبقى you are American. أنت تكون ايه؟ أمريكي. السؤال الثالث she is اللي هي اختصار she is، وطالما بيقول she is فهو طالب مننا ان احنا على طول نقول ان البنت ديت اساسا اصلها ايه؟ البنت ديت Egyptian او Chinese او American. هو هنا جايب لنا فعلا الثلاث حاجات اللي احنا لازم فعلا هنختار واحدة منهم، لان she is Egyptian يعني فعلا هي مصرية، او she is Chinese هي صينية، او she is American. كله صح، لكن لسه الجملة ليها بقية. هو هنا بيحدد اسم البلد، وبناء على اسم البلد احنا هنصنف البنت ديت تعتبر ايه. فهو مكمل الجملة وبيقول she is from America. she is from America. يبقى احنا هنا كلامنا على أمريكا، يبقى البنت ديت ايه؟ برافو عليكم، يبقى البنت ديت على طول أمريكان. يبقى she is American هي تكون أمريكية، لأنها ايه؟ she is from America لأنها ايه؟ من أمريكا. السؤال الرابع they are طبعا ايه؟ احنا بنتكلم على اشخاص. هنا مفيش from، يبقى احنا مش بنتكلم على بلد بعينها، احنا بنتكلم الاشخاص دول منين، فبالتالي مش هينفع نقول تشاينا ولا هينفع نقول امريكا، لكن هنقول فرنش، لان فرنش يعني اشخاص فرنسيين. they are French هم يكونوا فرنسيين. السؤال اللي بعد كده هي وبعد كده امريكان، هو بيوصف ان الشخص ده امريكي. يبقى هنا مطلوب مننا نكون عارفين هي بيجي معاها ايه. هي بيجي معاها is واختصار is apostrophe s. يبقى هي is ايه؟ امريكان. السؤال اللي بعد كده علي او أليز ايه from. أليز دوت منين؟ طالما قلنا from يبقى عايزين نقول اسم بلد على طول. يبقى علي دوت from منين؟ علي from او أليز او علي is from ايه؟ Egypt، لان دي تشاينيز شخص صيني، وفرنش يعني شخص فرنسي، لكن ايجيبت هي اسم بلد مجردة تماما. يعني ايه؟ زي ما قلنا from بيجي معاها ايه؟ اسم بلد على طول. اخر سؤال عندنا هنا في تشوز بيقول I am ايه؟ بعد كده قبل النقطة اللي هو جايبها لنا جايب ايجيبت يعني اسم بلد على طول، فبالتالي قلنا هنستخدم معاها from. يبقى I am from أنا من Egypt، أنا من مصر. I am Egyptian أنا إيه؟ أنا مصري. تمام. السؤال التاني بيقول read the text and answer the questions. بيقول لنا إن إحنا نقرأ النص وإيه ونجيب على الأسئلة. هاني، هنا، أميرة and يوسف، دول طبعا أسماء 4 أطفال. هاني وهنا وأميرة ويوسف are at Mr. Wan's house. نفس الفكرة يا جماعة اللي قلناها في بداية الدرس، لما يجيب لنا الابوستروف اس دوت مع اسم حد يبقى احنا عايزين ننسب له حاجة انها بتاعته، فبالتالي الأطفال دول are at Mr. Wan's house. هم موجودين في منزل مين؟ Mr. Wan's. Mr. Wan introduce his children. كان بيقدم أولاده للأولاد اللي هم ال4 المصريين اللي موجودين في بيته،
كان بيقدم أولاده ليهم، فبيقول طبعا ليو وي and تشانج مين، الثلاث أولاد دول اللي هم الصينيين أولاده بيقدمهم to the visitors، كان بيقدمهم للزوار اللي هم المصريين اللي قلنا عليهم. ليو وي and تشانج مين say، الثلاث أولاد الصينيين دول قالوا we are from China، زي ما انتوا شايفين قلنا from اهو، فبالتالي بنقول بعدها اسم بلد على طول. we are from China، we are Chinese، يبقى احنا صينيين. هاني and his friends replay، هاني اللي هو من ضمن الأربع أولاد المصريين، وأصحابه and his friends، وأصحابه replay يعني ردوا أو أجابوا وقالوا we are from Egypt، نفس الحكاية برضو قالوا احنا من مصر. we are Egyptian، احنا مصريين. everyone الجميع is happy، الجميع سعداء to meet and learn علشان اتقابلوا and learn واتعلموا أو عرفوا about each other's countries، علشان اتقابلوا وتعرفوا على بعض وتعرفوا على بلاد بعض. نيجي بقى للأسئلة. choose the correct answer from A, B or C، اختار الإجابة الصحيحة من طبعا A و B و C. هاني and his friends are، قلنا are لأن هما جمع، هاني وأصدقائه جمع فاخترنا معاهم are، ما قلناش is، يبقى هاني and his friends are هينفع نقول مثلا ان دول امريكان؟ لا، هم اصلا مش امريكان ولا برضو فرنش، امال هم هم ايجيبشيان، يبقى هاني and his friends are Egyptian. ليو وي and تشانج مين are from، احنا بقى هنا بنقول دول من بلد دول طبعا من بلد China، are from China. السؤال اللي بعد كده بيقول answer the following question، ديت أسئلة عادية وإحنا اللي بنجاوبها مع بعض. هنجاوبها منين؟ هنجاوبها من خلال التكست اللي احنا قرأناه مع بعض. السؤال بيقول what are the names of Mr. Wan's children، هي أسماء أولاد مستر وانز؟ طبعا احنا قلنا مع بعض إن أسمائهم كانت ليو، بس احنا علشان نبقى بنجاوب السؤال صح بكل حاجة، فبالتالي هو بيقول what are the names of Mr. Wan's children، علشان تاخدوا يا جماعة الإجابة كاملة هتكتبوا كده وهتقولوا the names يعني أسماء of Mr. Wan's children، هنكتب كده في الأول are يعني يكونوا أسماء أولاد مستر تشانج أو أسفة مستر وانز، أسماء أولاده كانت طبعا عشان مش هيكفي فهكتب فوق كانت طبعا are يعني تكون ليو وي and تشانج من، دي أسماء دي أسماء أولاده. احنا كده جاوبنا السؤال صح، هناخد الحتة ديت وهنكمل. يعني هو بيسأل بيقول what are the names of Mr. Wan's children، ما هي أسماء أولاد مستر وانز، فاحنا هناخد الحتة ديت وهنحطها في الإجابة علشان تبقى الإجابة كاملة، فهنقول the names of Mr. Wan's children are، لأن هم طبعا جمع فهنقول are ليو وي and تشانج من. السؤال اللي بعد كده بيقول are Hani and his friends visiting Mr. Wan's house، هل هاني وأصدقائه اللي كانوا معاه طبعا visiting زاروا Mr. Wan's house، فاحنا هنرد نقول yes، هنقول yes وهنسكت، لا احنا عايزين الإجابة الكاملة علشان ناخد الدرجة الكاملة، فبالتالي هنقول yes هو سائل هنا على الأشخاص دول، بالتالي هم جمع فاحنا هو سائل بآر، فاحنا برضو هنرد بآر وهنرد بالإثبات لأن هم فعلا زاروا المنزل بتاع الراجل الصيني ده، هم فعلا زاروه، ففي حالة الإثبات هنرد برضو بآر، فهنقول yes they are، كده تبقى الإجابة الكاملة. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول read and complete the text with the words in the box، اقرأ وأكمل النص بالكلمات الموجودة فين في المربع. عندنا هنا from وأمريكان وتشاينا وإيجيبشن. hello I am هبة، أهلا أنا هبة. I am from Egypt، أنا
منين؟ من مصر. يبقى I am ايه؟ يبقى على طول I am Egyptian. طالما هي من Egypt يبقى هي Egyptian. طيب my friend Leo is from. صديقي ليو منين قلنا؟ طالما قلنا from يبقى نقول اسم البلد بس، يبقى هو from China. نشطب عليهم عشان ما نرجع لهمش تاني او ايه نتشتت. طيب بعد كده she is Chinese، هي تكون صينية. my brother's friend، قلنا الاس اللي هي الابوستروف اس ديت معناها ان احنا بننسب حاجة للاخ. هنا my brother's friend يعني صديق اخي is ايه؟ صديق اخي is. طالما احنا بنتكلم هنا فبالتالي احنا هنقول my brother's friend is from. ليه قلنا from؟ لان جايب لنا امريكا، اسم البلد على طول مجردة فلازم نحط معاها from. يبقى my brother's friend is from America. اخر حاجة خالص عندنا هنقول he is ايه؟ he is American. يبقى طالما هو من امريكا فبالتالي هو ايه؟ هو American. السؤال رقم 4 بادئ بwhere فاحنا هنحطها. طيب where ايه؟ where are you from؟ من أين تكون أنت أو من أي بلد أنت. علشان الأولاد ما يتلخبطوش هنعلمهم إن هم يحطوا يرقموا الأول الكلمات عشان يقدروا يكتبوا براحتهم. يبقى where are you from؟ where are you from؟ بعد كده هنا she بنبدأ بيها برضو. she بتاخد ايه؟ she بتاخد is على طول. يبقى she is from طبعا Egypt، يبقى على طول ديت البلد يبقى يجي معاها على طول ايه؟ from. يبقى she is from ايه؟ she is from Egypt. اخر حاجة they بتاخد are اللي هي جمع، يبقى they are ايه؟ Egyptian. طب لو كان في from كنا قلنا they are from Egypt، لكن هنا مفيش from فهنقول they are Egyptian على طول. عندنا السؤال نمبر 5 اللي هو punctuate، اللي هو ضع علامات الترقيم على ما يلي. punctuate ايه؟ the following. where are you from؟ انتوا زي ما انتوا شايفين كده هي جملة بس مش متظبطة خالص، ولا احنا عارفين هل هي ديت جملة عادية تتحط لها في الاخر مثلا مثلا question mark، ولا عايزة نقطة في الاخر، ولا عايزة ايه بالظبط. احنا هنا اول حاجة خالص عندنا where، ده سؤال يعني أداة استفهام، فبالتالي هيكون في نهايتها ايه question طبعا mark على طول. لكن احنا لازم نعمل اول الجملة خالص لازم تكون كابيتال، فالW اللي في الاول هتبقى كبيرة هتبقى كابيتال. يبقى where are بقيت الكلمات عادي you from. where are you from؟ بعد كده في الاخر question mark لان هي بادئة بأداة استفهام اللي هي where. بعد كده هنا عندنا I am from Egypt، ده طبعا مش سؤال فبالتالي احنا هنعمل الاي اللي في الاول كابيتال. I am from جملة عادية يا جماعة I am from Egypt، فهنحط في الاخرها ايه؟ النقطة في الاخر. اخر سؤال عندنا خالص اللي كنت قلت لكم ان هما هيطلبوا من الاولاد في الترم التاني ان هما يعملوا باراجراف او قطعة او تكست. write a paragraph of 15 words. هو طالب منهم ان هما يكتبوا فقرة مكونة من 15 كلمة. الجايدنج ووردز الكلمات بقى اللي احنا المفروض هناخد منها والافكار علشان نكتبها في الباراجراف هتبقى Egyptian يعني مصري، وتشاينيز يعني صيني، وهابي. من خلال الثلاث كلمات دول احنا هنجمع في دماغنا الفقرة كأنها مثلا قصة لكن تكون مكونة من 15 كلمة. طيب لو زادت يبقى خير وبركة، لكن ما ينفعش ان هي تقل عن 15 كلمة. طيب ايه هو عنوان اساسا الباراجراف اللي احنا هنكتبه او هيكون بيتكلم عن ايه؟ عنوانه او بيكون بيتكلم عن friends from Egypt and China، ان احنا هنتكلم عن اصدقاء يكونوا من Egypt وتشاينا. هنفكر مع بعض الاول بالعربي عن باراجراف في دماغنا او فقرة في دماغنا، وبعد كده هنترجمها للانجليش من خلال طبعا الكلمات اللي احنا المفروض حفظناها في الدرس. طيب بما ان يا جماعة ده اول اصلا باراجراف الاولاد هيكتبوه في حياتهم لسه، فاحنا مش عايزين نخليه ان هو يبقى معقد ليهم خالص ويبقى سهل بالنسبة لهم.
احنا قلنا ان الجايدنج ووردز المطلوبة مننا هي Egyptian وتشاينيز وهابي، وموضوع الباراجراف عن friends from Egypt and China. يبقى هنختار كلمات تكون سهلة جدا وبسيطة على الأولاد وبيقدروا إن هم يكتبوا باراجراف مكون من 15 كلمة، ولو زاد يبقى كويس. طيب أنا مثلا هبدأ معاكم كده وهقول hello يعني مرحبا، I am نور. كل الكلمات اللي هنستخدمها احنا أساسا أخدناها وشرحناها في الدرس. طيب hello I am نور، أهلا أنا أكون نور أو أنا نور. بعد كده هقول I am from أنا من Egypt. I am from Egypt أنا من مصر. I am a Egyptian. طالما أنا من مصر يبقى أنا على طول إيه؟ يبقى أنا مصرية. My friend مثلا ليو مثلا، أو ممكن أي اسم تاني، أو ممكن مثلا نقول بلد تانية خالص. My friend Mary اسم بنت أهي. My friend Mary is from France. اللي هي صديقتي ماري من فرنسا. طالما هي من فرنسا يبقى بالتالي هي ايه؟ she is French. هي تكون فرنسية. بعد كده هقول مثلا we are playing together. نحن نلعب مع بعضنا البعض. we are playing together. we are happy. بس يبقى احنا كده استخدمنا الكلمات اللي هو كان طالبها ولا لأ؟ استخدمنا Egyptian. انا طبعا كنت هستخدم اسم بنت صينية، لكن انا اخترت ان انا اغير شوية فعملت اسم بنت تكون فرنسية وتكون من فرنسا. نفس الفكرة يا جماعة، ممكن ان احنا نختار اي اسم بنت تكون صينية ونقول ان هي from China، نفس الفكرة، لكن انا حبيت اغير شوية فقلت Egyptian. ان انا طبعا نور وانا من Egypt، انا من مصر وانا مصرية. وهنا قلت my friend، ممكن كنت اقول مثلا ليو is from China، هي من الصين. هي she is Chinese، هي تكون صينية. ممكن كده، ممكن اي بلد تانية. ممكن كمان اقول ماري is from America، هي من امريكا and she is American، وهي امريكية. ممكن اي حاجة تقدروا تلعبوا في الباراجراف براحتكم جدا وكله صح. لكن هو هنا طالب تشاينيز، احنا المفروض كنا استخدمنا تشاينيز، لكن انا عرفتكم قبلها ان انا هغير. بعد كده استخدمت هابي برضو، قلت ان احنا we are playing together، احنا بنلعب مع بعض. we are happy، نحن سعداء. نعد الكلمات مع بعض نشوف هل هي اقل من 15 ولا اكتر ولا بالظبط. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. احنا كده يا جماعة عدينا ال15، فكده طبعا هيبقى احسن بكتير جدا ويقدروا ان هم ياخدوا الدرجة كاملة. ومن خلال كلمات بسيطة جدا هم المفروض يكونوا حفظوها من الدرس اللي احنا شرحناه، فبالتالي محدش يتخض من كلمة باراجراف طالما الاولاد حافظين الكلمات وفاهمينها كويس من خلال الدرس، يقدروا ان هم يكتبوا اي حاجة. بالشكل ده نكون انتهينا مع بعض مع اول درس موجود عندنا في اللغة الانجليزية في الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني. اتمنى اللي لسه ما اشتركش في القناة وعجبه الشرح بتاعي وحابب ان هو يتابعني في الدروس القادمة ان شاء الله يشترك وينورني في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.